لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواتي وحبايبي الغاليين في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. ومين لسه ما عملش تنظيفات العيد؟ لا لا لا، ما ينفعش طبعا، العيد بيجي وكل سنة وانت زي ما انت. فشوفوا بقى انتوا عايزين تبقى ايه؟ طبعا عايزين نبقى في احسن حال وصحة وسعادة وهنا، وبيوتنا كلها تكون نظيفة كده، وندخل كده ونفرفش بيوتنا ونقول بقى كده العيد خلاص داخلين على العيد، يلا بقى كده نشجع. وروتين بقى كده تشجيعي، مش عايزه اقول لكم يعني روتين باذن الله كده هتستفادوا منه كتير. طبعا هنا يوسف ابني بيساعدني عشان فرحان بالميه، هو طلع عينيا اهو، بس هو فرحان عشان الميه والحاجه اللي فيها ميه هو بيحب يعني ايه، كانه بيلعب كده. يلا بقى كده اذكروا الله وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال وتشفي بها كل مريض. اللهم اشف كل مريض واعطي كل مشتاق بالذرية الصالحة والخلف الصالح يا رب العالمين. وانتوا حبيبي من لسه ما اشتركش في القناة، اتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا. طبعا هنا هشيل كل حاجة، طبعا السجاد غسلته معاكم في العيد الكبير والسجاد نظيف، يعني مش كل شويه بقى هنقعد نهري فيه، محتاج هنشمسه بقى كده زي ما انتم شايفين. هطلع كل حاجه على البلكونه بره. طبعا هنا كنت باخد من يوسف واحط على البلكونه، عشان طبعا لو هو اللي حط ممكن الحاجات تقع في الشارع، فكنت انا باخد منه وبطلع. لكن انت لو جوه البيت انت طبعا هتنفضي وتدي لابنك هو اللي ياخد منه. فخدت بقى كل حاجه اهوت علشان نحطها في البلكونه تشمس زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب، وربنا يوسع على الجميع وكل الناس كده تعمل اضحيه علشان ندخل كده الفرحه والبهجه على كل محتاج. وطبعا يعني ربنا يوسع علينا جميعا يا رب، واللي يقدر على فعل الخير يعمله طبعا بترضي ربنا وترضي الناس، واللي بيرضي الناس برضو ربنا بيرضى عنه وبيوسع عليه لما نقص مال من صدقه. فطبعا يعني اللي يقدر على حاجة يعملها، واللي مش يقدر برضو لو كم واحد كده في الأضحية يبقى يشتركوا مع بعض ويضحوا برضو، عشان طبعا دي يعني ربنا يعني أمرنا بكده، فاللي يقدر على حاجة يعملها. طبعا هي سنة وليس فرض. ليه؟ لأن لو مش كل الناس يعني مقتدرة ان هي تعمل الأضحية، لكن هي عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. لما سيدنا ابراهيم حلم ان هو بيذبح سيدنا اسماعيل عليه السلام، ففديناه بكبش عظيم. ايه ان ارى في المنام اني اذبحك، قال فافعل ما تؤمر به ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ولكن فديناه بكبش عظيم. فسبحان الله، يعني الأضحية دي عشان كده ان ربنا فدى سيدنا اسماعيل بكبش عظيم. يعني اللي يقدر على حاجة يعملها، واهم حاجه رضا الناس، يعني الواحد اللي يقدر على المعروف يعمله. فطبعا ده كده يعني كل حاجه الخير بيجيب خير، والمعروف اهم حاجه، يعني قول المعروف والمغفرة خير من صدقات يتبعها أذى. أهم حاجة المعروف بين الناس، اللي مش يقدر على حاجة أهم حاجة القول الطيب والمعروف بين الناس. فربنا يا رب كده يقدركم على فعل الخير وتعملوا كده صدقات، وده أهم حاجة. ربنا يوسع على الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا هنا زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص فضيت كل حاجه، شلت كل حاجه في الارض والستاير وكل حاجه. طبعا هنا شغلت دوره الاول حاجه على الغساله بس ما جبتهاش، يعني خدت الستاير وحطيتها كده في الغساله الاول دوره، علشان على ما اخلص يبقى الستاير بتاعتي اخدها انشرها على طول. وهنا طبعا هنا يوسف زي ما انتم شايفين اهوت، حطيت بقى كده الميه ودوني وبرسيل جل ورغوه بقى كده في كل مكان في الشقه، بقيت بالميه والخرطوم والمساحه والفرشه وكل حاجه بقيت عماله اعمل بيها. نفضت اول حاجه كده الشبابيك والابواب البلكونات، وبعد كده دخلت بقى زي ما انتم شايفين كده بالرغاوه على طول. طبعا هنا ده مكان الفرن اللي ببقى اخبز معاكم فيه وبعمل فيه كل حاجه معاكم، فبرده كده بالميه وتحته برده كده بالفرشه اهوت، ونظافه بقى كده زي ما قلت لكم. يجي كده العيد علينا وانتم فرحانين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بشكركم الفيديو اللي فات على كل اللي دعا لوالدتي، ربنا يبارك فيكم ويخليكم، وهي والله العظيم بتدعي لكم كلكم على ان انتم بتكبروا بخاطر وتفرحوني، برضو بتدعي لكم ولكم بالمثل، ربنا يكبر بخاطركم. كل اللي بيدخل الفرحه على اي حد او يعني ابتسامه كده ان هو يرضي بيها الناس، فطبعا ربنا يرضى عنكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما قلت لكم بالفرشه كده الاول اهوت، وبعد كده بالمساحه والخرطوم الميه اهوت، وبعمل كل حاجه طبعا عشان الواحد كده يحس بالنظافه ويحس بالفرق بين التنظيفات العاديه وتنظيفات العيد. فخلوا بقى كده الميه والرغوه ويشيلوا كل حاجه من الارض، وبعد كده يغسلوا بقى كده الارض اهوت. هتحسي بانتعاش وتحسي براحه نفسيه لما تعملوا كده.
طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم الميه، يوسف فرحان اهم حاجه بالميه. طبعا الجو حر وبنبقى عايزين فعلا حاجه ان احنا كده يعني تفرفشنا، فالشغل دوت كده يبقى يبسط الاولاد كلهم. زي ما قلت لكم هو يعني زهقني كتير، بس اقول له برضه كتر خيره ان هو حتى لو بيلعب، بس ان هو شاركني في تنظيفات العيد. كل سنه وانتم طيبين حبايبي من داخل مصر ومن خارج مصر. طبعا بعد ما بتعملي كده بتحسي كده براحه نفسيه يعني عاليه جدا لما بالميه بقى كده وبتعملي. طبعا زي ما قلت لكم يعني اهوت بعد الانتريه يعني طخرته من مكانه كله والركنه وغسلت تحته، وبقيت بقى كده ارجع كل حاجه مكانها تاني، وهنشوف كل حاجه برضو مع بعض. طبعا السجاد نضيف وغسلته معاكم العيد اللي فات، لكن هنغسله برضو ان شاء الله بعد العيد. يعني زي ما قلت لكم ما دام الحاجه نضيفه عندك مش تقعدي تهري فيها وتعملي فيها، عشان كتر الغسيل السجاد بيبوظه. لكن ما دام الحاجه عندك نضيفه خلاص، لكن لو محتاج نظافه كنت اغسل، لكن السجاد غسلاه ونضيف، وزي ما انتم شايفين اهوت يعني كل حاجه نظيفه. طبعا بعد ما عملت بالخرطوم بقى كده والفرشه، جبت بقى الشرشوبه عشان انشف المكان اهوت، وبرجع بقى الكراسي مكانها. طبعا الميه اللي جت تحت الكرسي او يعني بالخرطوم برضو هلمعها اهيت. دي كده كانت ميه بتنزل تحت الكراسي بالشرشوبه بقى كده، والدون ده كان اخر مرحله. دون بقى كده وريحه حلوه وروايح منعشه، عشان زي ما قلت لكم بحس كده طبعا احنا على طول النظافه وعلى طول باستمرار، لكن يعني العيد لازم يفرق معانا، ولازم كده نروق كلنا ونخلي يبقى فيه فرحه في العيد. طبعا على طول بنغسل وبنروق، بس زي ما قلت لكم برضو لما العيد يجي لازم ان احنا نعمل كده. كانت والدتي تقول العيد بيجي وانتوا زي ما انتوا، يعني كل سنه كده لو انت قاعده مش روقت شقتك برضو هيجي العيد برضو وانت كسلانه، وانت كل سنه وانت زي ما انت. لكن لما تبقى من داخلك كده ان العيد كده واحساس حلو ان احنا لازم نقوم ونروق ونغسل ونكنس، حتى لو انت شقتك نظيفه كل سنه هتلاقي انت برضو بتعملي كده. طبعا صلة الرحم أهم حاجة، كل واحد كده ما ننساش أهالينا. أول حاجة طبعا نتصل على والدنا ووالدتنا بالتليفون، وبعد كده برضو بنروح لهم، لكن نصبح عليهم أول حاجة. اخواتنا وقرايبنا اخوات زوجك حماتك، ما تنسيش برضو أهل زوجك، زي ما انت بتصحي من النوم أو أي وقت عايزة تصبح على والدتك برضو حماتك، عشان خاطر زوجك اللي هو يعني كرمك في بيته وما بيستخسرش فيكي حاجة، يعني أي حاجة انت عايزاها بيجيبها لك. فبرضو افتكريه ان انت بتساعديه على البر وعلى صلة الرحم. يعني مش كل حاجة بقى كده ان احنا فاكرين نفسنا بس، محدش يزعل مني من اخواتي وحبايبي وبناتي، لكن احنا لازم اهم حاجة ان احنا زي ما انت بتحبي حب لاخيك كما تحب لنفسك، فما بالك ان هو زوجك. فانت لو انت خايفة عليه ساعديه على البر، وساعديه على صلة الرحم لأهله. اوعي تكرهيه في أهله، أهم حاجة، علشان كل حاجة انت بتعمليها هتلاقيها مع الأيام برضو. الأيام دوارة، وتلك الأيام نداولها بينكم لعلكم تتقون. أي حاجة أنت بتعمليها هتلاقيها سواء مع الناس، سواء مع أهل زوجك، سواء مع أي حد، هتلاقي كل حاجة بتعمليها مردودة. فاعملوا الخير عشان يترد لكم خير بإذن الله. كده خلاص كانت الستاير اهيت زي ما قلت لكم حطيتها في الغسالة، وقلت بقى كده على ما أغسل وأصبن كده المكان يبقى كده خلاص. خدتها بقى ونشفتها اهيت حطيتها في الشمس، ودخلت بقى كده على الحمام. ما ننساش برضو كده الحمام برضو نفرفشه شوية بقى كده برسيل جل ودوني وكلوركس الوان، وبغسل زي ما انتم شايفين بقى كده الحوض والبانيو وكل حاجة في الحمام هنغسله. زي ما قلت لكم روتين الرغاوي النهارده والفرفشه والروايح المنعشه، فما ننساش بقى كده اي حاجه تكون فيها رغاوي لازم بقى كده نعمل كل حاجه زي ما قلت لكم. من بقى كده لسه ما حطيتش اللايك، حطوا لي بقى كده اللايك واشتركوا في القناه، عشان باذن الله انتوا اهلي وانتوا ناس ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا، وانتوا سندي وعزوتي، وان شاء الله بيكم باذن الله قناتنا هتكبر معاكم باذن الله بفضل الله، ثم انتم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. طبعا بالبانيو برضه اهوت حطيت هنا يعني بالسلك برضه عملت الحنفيات والصابونات وكل حاجه، اللهم صل على سيدنا محمد بالفرشه برضه اهوت وبصبن البانيو.
طبعا على طول ايدي فيه ابيض وزي الفل اهوت، كل يعني على طول ايدي فيه، ما بسيبهوش ان هو يبقى يغير لونه. مادام انت ايدك في الحاجه، حاجتك بدنها نضيف. وبالخرطوم بقى اهوت والميه، وزي ما قلت لكم كان يوم منعش ويوم جميل، وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب فرح وسعاده وهنا. ده كان فيديو معاكم النهارده. عيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب. زي ما قلت لكم ما تنسوش الصدقات، الخير بيجيب خير، واللي يقدر على حاجه يعملها، وربنا يقدركم يا رب دايما على فعل الخير. اللهم امين يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يرحم جميع اموات المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين الشغل برضو ما نفضش، وبرضو كمان دور في الغسالة اهوت. كمل بقى كده المفروشات وبقية الستاير البيضة هحطها برضو دورة في الغسالة. في رعاية الله حبايبي ومتابعين الغاليين، عيد مبارك علينا وعليكم يا رب. ألقاكم في فيديو جديد. وطبعا برضو حضرت الغداء اهوت. كنت بحضر الغداء وانا شغالة برضو. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.